السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في قناة ترند لاين مع برنامجكم ترند. ترامب بغبائه سينهار الدولار. ترامب سيكون سببا لانهيار أمريكا خلال الأعوام القادمة القليلة، وهو جاي للمخطط ده. ترامب أعلن فرض الجمارك على كل المنتجات اللي هتخش أمريكا. ترامب أعلن ده إن هو عايز يعمل مصانع ويعمل منتجات ويصنع اللي هو عايز يعمله داخل امريكا، واي منتج هيخش من بره هيفرض عليه ضرائب كبيره جدا. هل ده هيكون في الصالح الامريكي او صالح الوطن الامريكي؟ لا. ترامب اللي بيتكلم على الصناعه الامريكيه هو نفسه لابس قبعه مكتوب عليها ميد ان شايلاند، صنع في الصين. فهل اللي بيعمله ترامب ده عايز يثبت للعالم انه الرئيس اللي ما حصلش لامريكا؟ ترامب جاي والله سيكون سبب في انهيار امريكا إلى الأبد. فترة من الفترات من قبل ما يسقط ترامب الفترة الأخيرة، أحد أصدقائي قال لي ترامب مشي ومش هينجح الدورة الجديدة. قلت له ترامب هيرجع تاني رئيس لأمريكا. قال لي يا عم زي ده بايدن مسك. قلت له هتشوف. وجي اليوم اللي كان كلمتي من أكتر من 4-5 سنين رجعت تاني، واللي مسك الحكم ترامب. ترامب جاي لمخطط معين بينفذه وهينهوه. ترامب جاي لخراب امريكا وانهيار الدولار، ويا ريت ينهار، لان العمله الوحيده اللي تعرف تشتري بيها ذهب وتحولها ذهب هو الدولار بس. عرفوا يضحكوا علينا زمان قوي. فاكرين افلام المصريه زمان لما كان الدولار بريال؟ فاكرين فيلم اسماعيل ياسين لما كان في فيلم يقول له قول لي جزر وليه سموك دولار؟ قال له اصل ديت الكونيا بتاعتي، اصل انا باخد في اليوم جنيه يعني 5 دولار. الدولار ليس كان له قيمة في العالم العربي والإسلامي، ولكن مع تدهور الأمور الاقتصادية في الدول فاض الدولار، وبقى كل حاجة بتخش أي دولة بهذه العملة الورقية الملونة. ليه؟ عشان مكتوب عليها كلمة دولار وتحمل الجنسية الأمريكية. الاقتصاد الأمريكي سينهار، ورد الصين رد قوي. هنعمل له حلقة كاملة إزاي إن الصين هتقدر ترد على ما يسمى هذا الأرعن ترامب. شفنا قد ايه هذا المعتوه الذي سلط الله عليه غباؤه ان هو يكون سبب في انهيار اقتصاد دولته. هو ده بجد والله نصرة المسلمين بايدي المسلمين وبايدي اعداء المسلمين. عارفين يعني ايه قوة اقتصادية تنهار في وقت المسلمين محتاجين القوة الاقتصادية دي؟ احنا بقى كمسلمين عرب يا ريت ننتج. احنا ادانا الفرصة بدل ما ندفع ضرائب، لا نوفر الفرص دي ونبني في بلدنا ونبني مصانعنا ونبني كل حاجة في بلدنا، ونصنع كل من الإبرة للصاروخ زي الدولة اللي اسمها الصين، اللي أنا مسميها كوكب الصين أو كوكب اليابان. كل حاجة بيصنعوها. ده ناقص عملوا حاجات هقول لكم في الحلقة بتاعتهم تشيب العقل. يا ريت يبقى سبب اللي قاله ترامب ده نصرة لاقتصاد كل العالم العربي والإسلامي، ويراجعوا نفسهم إن هم ينتجوا وما يكونوش دول مستهلكة. خلص الكلام. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم ترند. كان معكم مازن يسري، في امان الله.